تجاهل آلام العظام لشهور هو الغلط الكبير. منورنا النهارده استاذ دكتور عثمان الشريف، استاذ جراحه العظام وعظام الاطفال. منورنا يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. دكتور، الام العظام المتكرره اللي بتيجي لناس كتير، يعني مش بس الناس الكبيره اللي بيصابوا بالموضوع ده، ممكن حد كمان الشباب كمان بيصابوا بالموضوع ده. اصحى من النوم الاقي عظمي وجعني، قبل ما انام الاقي عظمي وجعني. ليه يا دكتور الموضوع ده ممكن يصيب بعض الناس؟ والله اهلا وسهلا بكم، فرصه سعيده في البرنامج الجميل ده. ان الام العظام دلوقتي بقت تتقسم لكذا كاتيجوري. الم اجهادي نتيجه المجهود طول اليوم وعدم الراحه ولبس الاحذيه اللي هي السوفت قوي، اللي هي بتخلي العظم بيتعرض لصدمات طوال اليوم. دي حاجه. الحاجه الثانيه المشروبات والاكل ونوعيه الاكل، نوعيه القعده. احنا دلوقتي انا امبارح بالمصادفه دخلت مطعم عشان اكل، بصيت على كل اللي موجودين كاطفال، لقيتهم كلهم ماسكين الموبايل وسايبين الاكل، كلهم ماسكين الموبايل. الموبايل بقى ازمه في حياتنا بالنسبه للعظام، لان دلوقتي في مرض طلع جديد وتم اكتشافه في اليابان اسمه موبايل ديزيز. موبايل ديزيز ده بيأثر على الفقرات وخاصة الأطفال، لأن كل أم وكل أب عايز يلاهي طفله يروح يديله الموبايل يلعب بيه، حتى لو السن سنة. ده عمل مشكلة وعمل مشاكل في العظام وخاصة العمود الفقري والفقرات العنقية. وإحنا كلنا دلوقتي كله المطبخ بقى موبايل، الحوار الاجتماعي والسوشيال ميديا بقى موبايل، الحوار في الشغل بقى موبايل. دكتور، امتى ابدا اقلق من الالم؟ يعني مثلا حضرتك ذكرت اسباب كلها ممكن تؤدي الالام عابره، بس امتى بقى لما الم يجي لي ابدا اقول لا ستوب، انا لازم اروح لدكتور؟ لما الالم يجي بالليل بعد ما الواحد يسكن ويريح بيبدا الالام، واخبات مساء، ودي الالام الخطره ودي ننتبه ليها، لان دي من احد دلائل اورام العظام، من احد دلائل اورام العظام. ان الالم يجي في فتره الراحه، في فتره الراحه، فتره النشاط. ده الام الالتهاب والام اورام العظام. ودلوقتي احنا بنشوف الاورام بصوره غير عاديه، لان احنا بنتعرض لكم من الاشعاع. النور في البيت ده اشعاع، الموبايل ده اشعاع، التلفزيون ده اشعاع، اللابتوب والكمبيوتر ده اشعاع. فكل ده معرضنا لكم من الاشعاع. كان زمان لما ندخل نعمل مسح ذري بنخاف ويعزل المريض لمدة يوم أو يومين، 48 ساعة يعزل في غرفة لوحده. دلوقتي نعمل المسح الذري يطلع المريض يقول لك عادي، ما أنت قد نص ساعة تعرض للموبايل، قد نص ساعة تعرض لللابتوب، قد نص ساعة تعرض للكمبيوتر العادي أو التلفزيون أو الإشعاع بتاع الليل ده. على ذكر الإشعاع بقى يا دكتور، نعم. يعني إمتى المريض يلجأ للأشعة، يبدأ يروح يعمل أشعة؟ طبعا في كلمة أنا قلتها في محاضرة امبارح في المؤتمر الدولي لجراحة العظام ال77 بجمعية جراحة العظام العالمية، واخبرت إن إحنا هاي اندكس اوف سسبشن. الأم، الجدة، الأب يشك، بس مجرد ما يشك إن في مشكلة حتى لو بسيطة تلجأ للدكتور، لأن اكتشاف الحاجات مبكرا، اكتشاف الأمراض، الالتهابات، الأورام مبكرا، علاجها بيفرق 100% من ان تتطور الحال. دكتور، ممكن الالم يجي لها مره واثنين وثلاثه وتكبر دماغها يقول لا عادي، ده ستريس. طبعا شماعه الاستريس دي بقت موجوده عند كل واحد فينا. في ناس يا دكتور انا اعرفهم قريبين من البيئه المحيطه ليا، يعني عندهم OCD في صحتهم. تخيل OCD في صحتهم، يعني لو حاجه بسيطه جات لهم بيبداوا يشوفوا الدكاتره واشعه وتحاليل، مش بيسكتوا. اعتقد الOCD بقى ده ممكن يكون مفيد في الحاله دي، بس اللي عنده اللي موسوس في صحته ده دايما لو حاجه طبعًا ممكن تاثر طبعًا فيه. لا الوسواس ده مرض لوحده، واخبارك. انما اي شك في ان في الم موجود، حتى لو خسرنا كشف عند دكتور او تشيك اب، واخبارك، فاحنا بنطلع بنتائج 100%. انا هقول لساعتك على حاجه، انا ليه ان شاء الله بكره توك وقلتها في اليابان من شهر، واخبارك. الاطفال اللي هم في اول سنه من الولاده، لما بنحس ان هم بطلوا يحركوا رجليهم بالريت اللي احنا بنعرفه، احنا بنكتشف صديد مفصل الفخذ، وعلاجه بسيط جدا، ان احنا بس بنصفي الصديد ونغسل، العيان بيعيش طول عمره كويس. انما لو ترك بعد 48 ساعه
بيدخل في إعاقة. ودلوقتي الدولة ومعالي الرئيس السيسي وهو مهتم بالموضوع الإعاقة ده جدا. منظمات الدولة كلها توعية كمان. والمنظمات المدنية مهتمة بالموضوع، لأن فعلا المعاق عبء على الدولة. دكتور عايزة أسأل حضرتك سؤال مهم، السن ليه علاقة ولا في العظام؟ يعني أمراض العظام ما بتفرقش في السن؟ احنا زمان كان السن الكبير هو السن الملاذ بتاع الخشونة، الملاذ بتاع الأورام العظام، الملاذ بتاع مشاكل العمود الفقري، مشاكل مفاصل الركبة، مفصل الفخذ، كل الحاجات دي. دلوقتي بنشوف الحاجات دي في كل سن. في الأطفال بنشوف الأورام الخبيثة زي الكبار، في التهابات بنشوفها. شفتي أنا بحكي لك إيه عن البحث اللي هنقوله دلوقتي وقلته في اليابان، إن في إيه أول سنة أطفال الرضع اللي هم المبتسرين الموجودين في الحضانات، إحنا من أول أسبوع وأول أسبوعين بنكتشف أمراض الصديدية في مفصل الفخذ وما أكثرها، وكل يوم بنشوف ريت أكتر من اليوم الثاني. التكنولوجيا بقى هي السبب طبعا، اللي إحنا وصلنا له. وربما لأن الوسائل التشخيص بقت أسرع وأحدث مبكرة، هو ده اللي كشف لنا الموضوع. بس برضو إحنا زي ما بيتطور الأجهزة، زي ما بيتطور التليفون اللي كان منافلة وقرص، وإن إحنا بنتصل بالسنترال. دلوقتي أنت ماسكة جهاز بلا زراير بلا سلك، بتتصل بأمريكا فيس تو فيس، فطبعا تطورت الأمراض. دكتور عثمان الشريف، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا يا دكتور. الله يخليك يا فندم، شكرا جزيلا. ودي كانت حلقتنا من برنامجكم على الديسك، كل ما يخص طب العظام مع أفضل الخبراء.